السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في منطقة سيدي بشر إبلي عند محطة مترو محمد نجيب الجديدة. زي ما احنا كده شايفين هنلاقي طبعا البلوكات او الاحجار الموجودة اللي احنا شايفينها كده قدام الصورة، وكمان هنلاقي الونش. هنا في منطقة سيدي بشر إبلي شارع ملك حفني بيعملوا طبعا اختبار الأحمال هنا. طبعا ده الونش بيشيل بقى البلوكات او الاحجار اللي موجودة دي. الحجر ده تقريبا 2 طن، وبيحطوا البلوكات دي كده فوق بعضها زي ما احنا كده شايفين. بيحطوا بقى البلوكات دي، وبعدين بيحطوا الحديد اللي احنا شايفينه ده، وبعدين بنحطوا كمان بلوكات. كل ده اختبار لأعمدة مشروع مترو اسكندرية. تحت الأحجار دي هنلاقي أجهزة ضغط وقياس الأعمدة اللي تحت التربة. بعدين ده بيبقى فوق كده، ده بيبقى زي تقل كده بيتعمل عشان اختبار الأعمدة بتاعت المترو. الاختبار ده معمول عشان يشوفوا الأرض هتستحمل ولا لأ المترو والأعمدة اللي هتكون موجودة. فبيعملوا الاختبار ده، وبعدين لو بيشوف بقى الأرض هتهبط ولا لأ بيضطروا إن هما بينزلوا كمان الخوازيق لمسافة أطول. وبعد ما يعملوا اختبار الأحمال بيبدأوا بقى إن هما يعملوا الأعمدة اللي هيمشي عليها مترو اسكندرية. المحطة دي هتكون اسمها محطة محمد نجيب، طبعا بين محطة سيدي بشر وبين محطة فيكتوريا. طبعا هيكون في محطات سطحي ومحطات علوي. محطة محمد نجيب هتكون محطة علوية. هنلاقي على شمال الصورة هنلاقي سوق الربالة وكمان نفق محمد نجيب. هنا بقى الأعمال شغالين برضو بالليل، مش الصبح بس، في كل الأوقات شغالين. فربنا يقويهم. طبعا شغل صعب جدا لحد بقى ما يخلصوا مشروع مترو اسكندرية.
وده كان فيديو النهارده من منطقة سيدي بشر قبلي، شارع ملك حفني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.